ايوه في ايه يا عني؟ الحق يا عم محسن، ده الواد عادل تشنش زي امام الغرباوي مسيب عليك كلام. ليه عمل له ايه؟ اصل عادل غلس عليه وشتم باخته حنان، اما مؤمن مسك طبه وفتح له دماغه، وانا بدور على عم عربي ومش لاقيه، قلت اجيلك. هما فين يا؟ تحت في الشارع. طب تعالى معايا. اجي معاك؟ خليك انت يا محسن. انت يالا عيل صغير يالا يعلم عليا انا. اقول لك على حاجه يا، انا مش هسيبك ياض غير لما اختك اللي عامله لي فيها نجمه دي تيجي تتذلل لي، وبعد ما اسيبك يا اقسم بدين الله لو سمعت صوتك لخلي الكلب يطقطقك، وعايز اشوف لك بقى يا مؤمن. ولا يا المرجله عندك تستوعب على عيل صغير؟ الواد عيل صغير وقليل الادب ولسانه طويل وانا بربيه براضي نفسي يا اخويا. طب ما انت لسانك اطول منه، اسايب عليك الكلب واوريك ولا اديك على وشك عشان اربيك؟ انت عايز تجيب في سيره اخته واسكت؟ هو انا بس الواحد اللي بتكلم؟ ما الحاره كلها بتجيب سيره اخته. انا مش بفتي عشان حاره كلها نسوان شبهك. الدقر بيتكلم في الوش مش في الظهر، اللي عنده كلمه محشوره في زوره يجي يقولها في وشي مش في ظهري. وانت تعال، الكلب بتاعك اهو، قسما بدين الله لو قطعت عليك تاني بتنمر حد من مخاليق ربنا بالكلب بتاعك هديك على عينك فيه، ولو اتشقلبت مش هرجعهولك. حقك عليا، ما تخلوش يسوحك. يلا يا حبيبي خد هوا وبيه بعيد، يلا. اوعى يا ستي. تعالى يا مؤمن. مالك؟ ارفع راسك لفوق. بيقول كلام وحش على حنان. كل الكلام ده كده ما تصدقش، اختك زي الفل وست البنات. اختك نضيفه يا مؤمن. اي حد ذكر او ست هيتكلم في القصه دي تاني او هيشغل باله حتى بينه وبين نفسه هتبقى خصومته معايا انا. بيت الغرباوي كله في حمايتي، عرب السويركي. كل واحد يحط لسانه في بقه، يبقى شكل عشكوا الكلام، عشان اللي هيقل هيبقى بيعملها لنفسه معايا ويتحمل بقى. يلا اخويا منك ليه، كل واحد يشوف اكل عيشه. يلا.